بتبدأ قصتنا مع روان، واللي كانت بتحضر اجتماع اونلاين مع زمايلها في الشغل. كانت بتحاول تتكلم لكن المايك كان بيقطع وبدأ يطلع منه صوت غريب ما كان صوتها. ايه ده؟ ايه الصوت الغريب اللي انا سامعاه ده؟ ده مستحيل يكون صوتي. استاذه روان، من الواضح كده ان في عندك مشكله في الصوت، يا ريت تصلحي الجهاز بتاعك، احنا في اجتماع محترم، مالوش لزوم منك يعني تعملي اصوات مرعبه عشان تثيري الجدل حواليكي، مش هينفع كده. روان كتبت له وقالت: انا بجد اسفه والله يا استاذ انور، انا حقيقي مش عارفه الاصوات دي بتخرج ازاي من الجهاز بتاعي، لكن صدقني دي مشكله بسيطه وانا اكيد هحلها. ماشي يا استاذه روان، تقدري تخرجي من الاجتماع دلوقتي لحد ما تحلي المشكله اللي عندك دي، مع العلم انها مش اول مره تحصل وانا محذرك قبل كده، لكن ده هيكون اخر تحذير ليكي. روان قفلت الموقع وهي متضايقه ومتعصبه جدا، وفضلت تكلم نفسها: مش طبيعي بصراحه اللي بيحصل معايا ده، فعلا ليه حق والله انه يفتكر يعني ان انا اللي عملت كده عن قصد، ده انا كل ما افتح الاجتماع يحصل معايا حاجات غريبه قوي كده، مش طبيعي فعلا. انا اخد اللابتوب بتاعي وكمان السماعه بتاعتي وانزل بيهم عند احسن مهندس صوت يحاول بقى يظبط لي الموضوع ده. وقتها فعلا نزلت وفضلت تلف كتير لكنها ما كانتش عارفه توصل لاي حد خالص، لحد ما قعدت بيأسف كافيه وهي بتفكر في حل مشكلتها، وسمع صوت تليفونها بيرن وكان عمر زميلها في الشغل. ايه يا روان، في ايه مالك؟ لسه برضه ما حلتش مشكله المايك بتاعك؟ لا والله يا عمر، ما عرفتش احلها، وبصراحه مكسوفه قوي، كل مره استاذ انور المدير بتاعي يبهدلني بسبب الموضوع ده، وحتى نزلت دلوقتي الف في الشوارع وادور على حد يحل المشكله بتاعتي، بس مش لاقي حد خالص بيفهم في الحاجات دي كويس. طب ايه دي بس يا روان، وان شاء الله مشكله وهتعدي، شكلك بره، انا سامع صوت دوشه من حواليكي، قول لي بس كده انت فين وانا هاجي اخدك، هوديك عند واحد صاحبي بيفهم في الحاجات دي كويس قوي. طب تمام، انا هبعت لك اللوكيشن بتاعي. وبعد شويه كان عمر وصل عندها. ازيك يا روان، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. مش كويسه ابدا يا عمر، بس الحمد لله. بقول لك ايه، ممكن بقى توصف لي الصوت اللي انتوا بتسمعوه في الاجتماع اللي هو بيكون خارج من عندي؟ هو بصراحه يعني بيبقى خارج اصوات غريبه جدا ومرعبه قوي، زي الاصوات بالظبط اللي بنسمعها في الافلام الرعب، او اصوات كده كانك بتوشوش حد، او كأن في حد واقف جنبك وبيتكلم صوت مخيف. غريب قوي الموضوع ده بصراحه، انا فعلا بسمع صوتي كأنه صوت غريب، بس يعني مش بسمع اصوات مخيفه. انا الموضوع ده مقلقني قوي على فكره. انا هروح بكره هاخد تسجيلات الاجتماع ديت من استاذ انور، لان كل اجتماع اونلاين هو بيسجله وبيحتفظ بيه على اللابتوب عنده، وهشوف بقى الاصوات دي عامله ازاي. تمام، دي خطوه كويسه قوي، يلا بينا بس دلوقتي عشان نروح نشوف حل المشكله بتاعت اللابتوب بتاعك. وفعلا عمر اخدها وراحوا عند واحد وبيفهم كويس قوي في الحاجات دي، وبعد ما فحص اللابتوب وكمان السماعه كويس جدا، السماعه شغاله كويس قوي بنسبه 100%، وكمان اللابتوب شغال كويس قوي قوي. بصراحه انا مش عارف ممكن تكون مشكله فين. ازاي بتقولي شغالين كويس قوي وبيطلع اصوات غريبه؟ طب شوف كده السيستم بتاع اللابتوب، يمكن في حاجه متغيره فيه. زي ما قلت لك اللابتوب السيستم بتاعه مظبوط وما فيهوش ولا غلطه. مشيت روان مع عمر بعد ما اخدت اللابتوب والسماعه. انا فعلا وريتهم لناس كتير قوي بيفهموا في المجال ده، وكلهم قالوا لي ان هم كويسين جدا وما فيهمش ولا غلطه، بس انا كنت بقول يمكن هم اللي مش بيفهموا. طب يبقى كده الغلطه فين بقى يا ترى؟ مش عارف والله يا روان، بس انا بقى شايف ان الحل الوحيد دلوقتي هو ان انت تاخدي تسجيلات اللابتوب بكره ونشوف الموضوع ده. ماشي تمام يا عمر، يلا بقى انا هرجع على البيت عشان الوقت اتاخر قوي، وانت عارف ان انا عايشه لوحدي في البيت ده من بعد ما اهلي توفوا، واختي اتجوزت وسافرت بره، وما ينفعش جيراني يشوفوني طالعه داخله كده في وقت متاخر عشان سمعتي برضو. وانا اوصلك قريب من البيت وبعدين هبقى امشي انا عشان اكون مطمن عليكي. روان مشيت وهي على وشها ابتسامه خفيفه، لكنها افتكرت اللي بيحصل معاها ورجعت اتوترت من جديد. رجعت على البيت حاولت تنام لكنها ما كانتش قادره تنام لحد ما بدات تسمع صوت بيهمس جنبها. مش هتقدري تعرفي السر ابدا، لان في لعنه كبيره قوي محوطاكي، ومستحيل انك تقدري تتحرري منها في يوم من الايام. ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الصوت ده وايه الكلام الغريب والمرعب ده؟ الصوت وقتها اختفى، وروان حاولت تنام لكنها ما قدرتش، عشان كده رنت على ايناس اختها وبدات تحكي لها على كل اللي بيحصل معاها، واختها بان عليها توتر. ايه دي بس يا حبيبتي، انت شكلك اعصابك بايظه حبتين، مش ازيد يعني من كده. لا انا اعصابي مش بايظه ولا حاجه، انا متاكده ان اللي بيحصل معايا دوت اكيد حقيقي، بدليل بقى ان كل اللي معايا في الاجتماع بيسمعوا الاصوات الغريبه دي. طيب يا روان، انا هقفل دلوقتي وابقى اكلمك بعدين يا حبيبتي، معلش بس عشان مشغوله شويه. قفلت ايناس وكانت متضايقه روان قوي. حتى انت يا ايناس خلاص نسيتيني عشان اتجوزتي؟ يا رب حكمتك يا رب، انا ليه ما بقاش ليا اي حد خالص في الدنيا دي؟ اما ايناس فكانت سرحانه. ايه يا ايناس مالك سرحانه كده ليه؟ وقفلتي بسرعه مع اختك كده ليه؟ على عكس كل مره يعني لما بتتكلمي معايا، هي مزعلك في حاجه ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا يا حسن، ما تشغلش بالك، ما فيش ولا اي حاجه. ازاي يعني ما اشغلش بالي؟
ما تنطقي وقولي فيكي ايه. ايناس بدأت تعيط. انا ما كنتش متخيله ان السر هيتعرف يا حسن. السر ده محدش يعرفه غيري انا وبس. كنت بحسب واتدافع معاهم لما ماتوا، لكن من الواضح كده ان روان هي اللي هتدفع تمن كل حاجه. سر ايه وتمن اللي بيدفع يا حبيبتي؟ ما تتكلمي معايا كده وتفهميني قصدك ايه بكلامك ده. ايناس بدأت تتكلم مع حسن وتقوله على كل اللي عندها، وهو اتصدم من اللي سمعه. نعم؟ لا يا ايناس، لا مش معقول، ده كده روان في خطر كبير. احنا لازم ننزل مصر ونصرحها بكل حاجه عشان تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي. وتفتكر هي تقدر تسامحني ان انا كنت اعرف حاجه زي دي وخبيت عنها، وبالرغم من كل ده مشيت وسبتها في الخطر ده كله لوحدها؟ تسامحك بقى ما تسامحكيش هي حره، دي مش مشكلتنا دلوقتي. المهم ان احنا نقدر ننقذها وباقصى سرعه ممكنه. انا هحجز على اسرع طياره توصل مصر، وان شاء الله بكره بالليل اقصى حد هنكون عندها. وتاني يوم روان كانت قاعده مع استاذ انور. لو سمحتي يا استاذ انور، انا عايزه تسجيلات الاجتماعات اللي كان بيظهر فيها صوت المرض من عندي. ايوه بس التسجيلات دي يعني انا مش بسمح لاي حد ابدا انه ياخدها مني. احنا بنقول عليها كلام مهم، وانا ما اضمنش بصراحه، يمكن يكون في حد عميل لشركه تانية ضدنا ويستغلها بشكل مش كويس. حضرتك تقصد بكلامك ده انا بعاني من مشكله، وعشان احلها عايزه التسجيلات دي. طب حتى افتحها لي اسمع الاصوات وانا قاعده مع حضرتك، ومش هنقلها كمان على تليفوني كده تمام؟ اسف يا استاذه روان، ما اقصدش اسيء ليكي، بس دي قوانين شغلنا. وعلى العموم انا هفتح لك دلوقتي التسجيلات وانت بقى تقدري تشوفيها من على اللابتوب بتاعي. وبعد شويه كانت روان بتسمع الاصوات الغريبه وكانت مصدومه لانها كانت اصوات مرعبه جدا. ازاي يعني الاصوات دي بتيجي من عندي؟ صدقني يا استاذ انور انا ما اعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده. انا بقترح عليك ان انت تعرضي نفسك على معالج روحاني، يمكن يكون فيكي حاجه او في حاجه محوطاكي مش كويسه، وهو بس اللي يقدر يحل مشكلتك دي. عندك حق، انا لازم اعمل كده فعلا. وبالفعل روان سابته وخرجت من المكتب، وكان مستنيه عمر بره. راحوا قعدوا في كافيه مع بعض وهي بدات تحكي له كل اللي عرفته. طب ما كلام استاذ انور صح، انت فعلا لازم تعرضي نفسك على معالج روحاني، وكمان تخلي شيخ يجي يشوف الشقه بتاعتكم احسن تكون ملبوسه ولا فيها حاجه زي ما بنشوفها على طول في الافلام والمسلسلات وبنسمع في القصص على قنوات رنا. انا بصراحه مش مستوعبه ان انا ممكن اكون بمر بتجربه سيئه زي دي، بس حاضر انا هشوف الموضوع ده. طب يلا يا روان، وانا معاكي ومش هسيبك غير لما نحل مشكلتك دي. روان ابتسمت له بامتنان، وهو اخدها وراح بيها عند شيخ كان يعرفوا معرفه شخصيه، وبداوا هما الاتنين يحكوا كل اللي حصل مع روان. بصي يا بنتي، في البدايه كده انا هقرا عليكي رقيه شرعيه واحاول اساعدك في حل مشكلتك دي، وبرضه هنشوف استجابتك للرقيه الشرعيه، وكمان لازم توريني البيت بتاعكم عشان اقدر احدد ايه هي مشكلته بالظبط. ماشي تمام، وانا عن نفسي ما عنديش اي مانع، لان انا اهم حاجه عندي ان انا اكون كويسه وبخير. وبالفعل الشيخ بدا يقرا على روان الرقيه الشرعيه، وهي جسمها بدا ينتفض بشده وعينها كانت بتدمع قوي، وفجاه خرج منها صوت زي الصوت اللي كان بيطلع في الاجتماعات، وبدا يتكلم. أنا مش هسيبها، أنا مرتبط بيها ارتباط قوي ومستحيل أتخلى عنها أبدا. طب أنت يعني عايز توصل لإيه من خلال ارتباطك بيها ده؟ قولي روان بس اللي أنت ارتبطت بيها. عشان هي اللي بكى من ريحتهم، وهي اللي لسه عايشة في البيت المشؤوم. ليه بتقول على البيت ده إن هو مشؤوم؟ ممكن توضح لي أكتر؟ البيت ده مشؤوم وهيفضل مشؤوم، ونصيحة ليك إنك تبعد عن روان وأي حاجة تخصها، لأني أقدر أذيك أذية جامدة قوي. وقتها الصوت اختفى وروان رجع تاني لطبيعتها. صدقوني والله يا جماعة مش أنا اللي كنت بتكلم، ومش عارفة ازاي الصوت ده كان بيخرج من جوايا، ده أنا زي ما يكون ملبوسة. اهدي يا بنتي اهدي، أنا تخميني طلع صح، في حاجة فعلا متلبسة فيكي وعايشة جواكي. بقولك ايه، أنا لازم أشوف البيت بتاعكم ده، بس مش قبل ما أكمل رقية شرعية. حاضر يا شيخ نكمل، وأنا هحاول أتماسك وأكون أقوى من كده صدقني. روان بالفعل حاولت تتماسك وتتظاهر بالقوة، لكن كل ما كانت بتسمع صوت القرآن كل ما الألم اللي جوه جسمها كان بيزيد أكتر وأكتر، لحد ما الشيخ خلص الرقية، وقتها بدأت تاخد نفسها بصعوبة. روان انت كويسة ولا تعبانة؟ أنا هطلع أجيب لك حاجة تشربي أحسن. أنا مش كويسة خالص يا عمر، أرجوك ما تسيبنيش خالص لحد ما المشكلة بتاعتي دي تحل، عشان أنا تعبانة قوي. إيه يا روان اهدي، وأنا مش هسيبك، أنا هطلع أجيب لك حاجة تشربيها وبعدين هنمشي نروح على بيتك ونشوف بقى البيت ده فيه إيه هو كمان. وبعد شوية فعلا وصلوا البيت، وهناك الشيخ فضل يلف في المكان كله وكان حاسس بعدم ارتياح. البيت ده فيه حاجة مش مريحة، في روح ساكنة فيه، بس أنا مش عارف الروح دي اتوجدت ازاي في المكان ده. طب أنا هعمل ايه دلوقتي واخرج الروح من المكان ده ازاي؟ تفتكر لو مشيت وسبت البيت ده وعشت في مكان تاني هيكون هو ده الحل؟ لو بعتي البيت لحد هيبقى حرام عليكي، لأن الروح دي هتتلبس فيه، لكن الحل الصح هو ان انت ما تقربيش من مواجهة وتفضلي عايشة في البيت ده، وانا هحصنهولك واجي كل يوم اقرا لك الأذكار والرقية الشرعية، وان شاء الله روح السيئة ديت هتبعد عنك خالص. طيب ماشي وانا موافقة. واثناء ما كان الشيخ بيحصن البيت كله وقاعد قدام عمر وهو بيبص لها،
وبيحاول يطمنها لحد ما فجأة جرس الباب رن. روان، هو انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا يا عمر ابدا، انا مش مستنيه حد ولا حاجه، بس انا لازم اقوم اشوف مين اللي على الباب. عمر قام معاها وفتحوا الباب، واتصدمت لما شافت ايناس وحسن كانوا واقفين قدامها. ايه ده، مش حضرتك برضو استاذ عمر زميلها في الشغل؟ هو انت بتعمل ايه هنا في بيتنا لا مؤاخذه يعني؟ تعالي يا ايناس ادخلي. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا حسن. الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين خالص يا جماعه على فكره. ايناس وحسن دخلوا وشافوا الشيخ وهو كان لسه بيقرا قران ومندمج قوي لدرجه ان هو ما حسش بوجودهم، وروان بدات تحكي لهم كل اللي حصل. روان، انا عارفه السر، وقبل ما احكي لك اي حاجه بطلب منك ان انت تسامحيني بعد ما تسمعي كل اللي هتسمعي مني دلوقتي. نعم بقى معقول يا ايناس انت عارفه السر؟ لا مش معقول. وفعلا بعد ما الشيخ خلص قراءه روان عرفتهم على بعض، وايناس بدات تحكي، وده لما رجعت بالذاكره بتاعتها فلاش باك لورا لما كانت لسه بنت صغيره، كانت نايمه في اوضتها وصحيت من النوم، راحت تشوف والدها ووالدتها اللي كانوا قافلين الباب عليهم وكانوا قاعدين في اوضه نومهم. وقتها هي بصت من خرم الباب عليهم واتصدمت لما شافتهم قاعدين، كانوا قاعدين قاعده غريبه زي قاعده اليوجا وبيقولوا تعويذ وطلاسم مريبه. ايمان، احنا كده النهارده بقى ادينا المهمه بتاعتنا، والموضوع فعلا متعب جدا، بس لازم بقى نفضل ملتزم بيه العمر كله. كانت غلطه كبيره قوي لما انا قررت ان انا اخلف روان بنتي الكبيره عن طريق الدجالين والمشعوذين، وكل ده قبل ما اخلف ايناس بنتي. لو كنت اعرف ان ربنا هيكرمني عمري ما كنت هلجأ لهم ابدا في يوم من الايام. احنا فعلا غلطنا في اللي احنا عملناه زمان، لان روح روان متحكم فيها روح تانية، وهتفضل بقى ملازمها العمر كله، لكن الروح دي مش هتظهر غير بعد وفاتنا. تفتكري بقى لما يجي يوم من الايام وهي تعرف حقيقتنا هتسامحنا يا ايمان ولا لا؟ لا يا ضياء، ما اعتقدش انها هتسامحنا، لكن انا اهو بحاول اتوب لربنا، واحنا حتى حاولنا نفك الروح المرتبطه بيها بس ما قدرناش، وعشان كده كل يوم لازم نقعد القعده دي ونقول التعاويذ وطلاسم عشان نحميها من الروح السيئه دي. بس بعد وفاتنا مفيش حد هيعمل اللي احنا بنعمله ده، واكيد الروح دي هتاذيها. ومن يومها وانا ما قدرتش انسى اللي شفته ده، وفضل متعلق في الذاكره بتاعتي. ولما كبرت وفهمت معنى كلامهم خفت اقول لروان اي حاجه، وبعد وفاه بابا وماما بفتره ما كانش لسه بدا يظهر عليها اي اعراض، وعشان كده انا اتجوزت وسافرت وانا مطمنه عليها. لكن لما هي كلمتني في التليفون وحكيت لي على كل اللي حصل وعلى كل اللي هي عايشه فيه ده، انا قلت بقى اني لازم ارجع واحاول انقذها من الروح دي مهما كان الثمن. ليه سبتيني عايشه في الوجع ده الفتره اللي فاتت دي كلها يا ناس؟ ليه بس كده؟ انا كنت عايشه لوحدي ومرعوبه، ازاي ما حدش حاول يساعدني في حل مشكلتي دي؟ ازاي انتي اخت؟ انا اسفه يا روان، اسفه بجد، صدقيني والله خفت اتكلم معاكي في الموضوع ده عشان ما تعيشيش في الوهم، مش اكتر يعني. كنت بحس الموضوع اتحل بعد وفاتهم. سامحيني يا روان ارجوكي. خلاص يا جماعه اهدوا، كل حاجه هتتحل بعون الله، والدجالين دول اللي ما قدروش يعملوا قبل كده انا بعون الله وكرمه هعمله ان شاء الله. اهم حاجه يا روان ان انت بس تساعديني بانك تكوني قويه وتقوي عزيمتك معايا. حاضر يا شيخنا حاضر، انا معاك اهو، ارجوك بقى حررني من كل اللي انا فيه ده. وبالفعل الشيخ بدا يقرا عليها قران، واستمرت الجلسات لمده طويله قوي لحد ما روان قدرت تتحرر من اللي هي كانت فيه، وراحت عند قبر ضياء وكمان ايمان وبدات تكلمهم. انتوا ليه عملتوا كده فيا؟ انا ما كنتش استاهل كل ده منكم، ليه جبتوني بطرق محرمه، طرق الدجالين؟ ده ربنا كان منعنا عن الحاجات دي، وانتوا عشان كنتوا عايزين يبقى عندكم اطفال ظلمتوني وجبتوني بالطريقه دي وعيشتوني ايام صعبه قوي. لو كنت صبرتوا كان هيبقى احسن ليكم، لانكم خلفتوا ايناس من بعدي. انا مش هقول غير ربنا يسامحكم، وانا كمان هسامحكم عشان ربنا ما يعذبكمش وانتوا في القبر بتاعكم ويكون بذنبي. خلاص بقى يا روان ما تزعليش نفسك، وبعدين انا معاكي اهو، انا يا ستي بحبك ومتقبلك على اي حل انت عليه، ونفسي بقى توافقي على طلبي بالجواز منك، والنهارده قبل بكره عشان نتلم بقى في بيت واحد. جت من وراهم ايناس. ايوه يا روان يا ريت توافقي عشان حتى سافر وانا مطمنه، وحسن سافر عشان يشوف شغله، وانا لحد دلوقتي مش قادره امشي ولا اسيبك كده، وخايفه عليكي قوي يا حبيبتي. انا عايزه اشكركم عشان وقفتكم جنبي طول الفتره الاخيره دي كلها، وانا برضو تعبتكم معايا قوي وانتوا تحملتوني في كل احوالي. انا بحبكم قوي على فكره، وانتي يا ايناس انتي احسن اخت في الدنيا كلها، وانت كمان يا عمر. انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي حد يحبني زيك. انا موافقه على الجواز منك. وروان وعمر فعلا اتجوزوا وعاشوا حياتهم في هنا وسعاده وراحه بال. يا رب تكونوا فهمتوا من القصه العبره، وهي اوعوا تمشوا في طريق مش كويس عشان ما تندموش بعد كده. ويلا بينا نبدا قصتنا. شادي نزل من البيت عشان يروح على شغله، بس فجاه حس بالعطش فراح للسوبر ماركت ووقف قدام ثلاجه المشروبات. اجيب ايه؟ انا عايز حاجه جديده ما شربتهاش قبل كده. شادي لمح ازازه شكلها غريب. يا ترى انت طعمك عامل ازاي؟ اختارها شادي ودفع حسابها ومشي وبدا يشرب فيها. ايه ده يا هي طعمها مر كده ليه؟ بقى انا دافع الفلوس دي كلها عشان في الاخر يبقى طعمها مر كده؟ شادي رمي الازازه. يا رب الاقي سوبر ماركت تاني عشان اجيب منه بونبوني او اي حاجه تغير طعم بقي ده. لمح شادي راجل واقف على العربيه. يا ترى بيبيع ايه ده؟
انا اصلا اول مره اشوف حد واقف على العربيه هنا. وقف شادي قدام الراجل، ولان الراجل ده حاطط حاجات شبه البونبوني في اكياس صغيره. لو سمحت يا عمو، هي الواحده دي كام؟ الواحده ب 10 جنيه يا ابني. بس هو انت اصلا عارف ده بتاع ايه؟ شادي بص في الساعه بتاعته، ولما اكتشف ان هو اتاخر اسوح، ده المدير هيعلقني. اتفضل فلوسك اهي. حط له شادي الفلوس على العربيه واخد واحده وطلع يجري. استنى يا عم انت، مش لما تعرف الاول الحبايه اللي انت خدتها دي بتاعت ايه؟ انت يا تعالى هنا. ما سمعهوش شادي لانه كان بيجري عشان يلحق الشغل بتاعه. وقف شادي عشان ياخد نفسه شويه واكل بونبونيه طعمها مزز قوي بس حلوه، على الاقل احسن من اللي شربته ده. شادي دخل على شغله، بس فجاه حس ان جسمه اتنفض. ايه ده؟ هو انا جسمي اتنفض كده ليه؟ للدرجه دي انا خايف من المدير لا يخصم لي؟ اتسحب شادي عشان المدير ما يشوفوش ودخل مكتبه، بس اتصدم لما لقى قاعد ومستنيه جوه. حضرة المدير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ ليك وحشه والله يا راجل. خير يا بيه، انت اتاخرت نص ساعه بحالها ليه؟ اسف حضرتك، يعني مش هتتكرر تاني. هما المثل لو كان شغلك حلو كنت عملت فينا ايه؟ بجد انت وزمايلك عباره عن شويه فشله. انا مش عارف ليه محدش فيكم طلع على شطارتي. شطارتك مين؟ ده انت افشل واحد شفته في حياتي. ده لولا انا والموظفين كانت شركتك وقعت. اوعى تنسى يا محمد بيه ان انت استلمت الاداره دي بالواسطه. شادي حط ايده على بقه بسرعه وهو مش عارف هو ازاي خرج الكلام ده من بقه. انت قلت ايه؟ بقى انا افشل واحد انت شفته في حياتك؟ ده انت يومك مش معدي معايا. كان شادي يقول له ان هو ما كانش يقصد. قلت انا حاجه غلط ولا ايه؟ ما كلنا عارفين انك فاشل. ده انت بذات نفسك عارف انك فاشل بس مش راضي بقى تعترف. لا انت زودتها قوي، اطلع بره، انت مرفوض. ايه مطرود؟ انت طردتني بجد؟ امال بهزر معاك ولا ايه؟ هو انت فاكر ان انا مدير هفا ولا ايه عشان اسيبك هنا بعد كلامك ده؟ اتفضل بره بره. خرج شادي بره. عاجبك كده يا شادي؟ اديك اتنيلت وطردت اهو عشان تبقى تمسك لسانك بعد كده. بس انا مش عارف ازاي انا قلت الكلام ده. اكيد لما جبت اخري منه قلت كده من غير ما احس. رجع شادي البيت ولقى مامته قاعده مع منال جارتهم وبنتهم الملزقه عبير. يوبا كنت ناقصه انا اعرف على الصبح. انت ايه اللي جابك بدري يا شادي؟ ده انت يا دوب لسه نازل من شويه. كان لسه شادي هيقول لها انه استقال من الشغل. المدير ابن الورمه طردني عشان كنت صريح معاه حبتين. ايه طردك؟ طب وهتعمل ايه يا موكوس؟ ده انت حفيت لحد ما لقيت الشغل ده. هدور على شغل تاني يا ماما، مش هغلب يعني. وبما اني بقى اتطردت فانا هدخل انام شويه. لا تدخل ايه، اقعد معانا شويه وكمان سلم عليهم. هو انت مش شايفهم ولا ايه؟ ازيك يا طنط منال، عامله ايه؟ ازيك يا عبير، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. اقعد يا ابني معانا شويه. لو انت عايز تشتغل في مكتب محترم انا ممكن اخلي ابن خالي يوظفك عنده. يا ريت والله يا منال تبقي عملتي خير. بس يا اختي ده بمقابل طبعا. امال ايه؟ هو انا اللي قلت من امتى الحدايه؟ بتحدف كتاكيت. بتقول حاجه يا شادي؟ المهم ما علينا، المقابل هو انك تتجوز بنتي عبير. نعم يا اختي، دي بنتك دي لو اخر واحده في الدنيا انا لا يمكن اتجوزها. ليه يعني؟ ومالها انا يعني ان شاء الله؟ انت كنت بتقول اصلا؟ ومالها بنتي ان شاء الله؟ ما تشوفي ابنك يا ساميه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا شادي؟ دي عبير بسم الله ما شاء الله عليها، ادب واخلاق وذوق وكل حاجه فيها حلوه. ادب واخلاق قلتيلي. اللي بقول لك عبير، الواد سمير اخباره ايه؟ ايه سمير؟ سمير مين ده يا شادي؟ سمير اللي انت كنت بتكلميه. نسيت اصلا. تلاقيكي بقى اديتيله صابونه بعد ما طفشتي الواد نبيل صح؟ لا انت زودتها قوي. سمير ونبيل مين اللي بنتي بتشقطهم؟ انا بنتي ما فيش في ادبها ولا اخلاقها اتنين. يا وليه قولي كلام غير ده. لو انت مش مصدقاني افتحي موبايل بنتك وشوفي بقى كل الولاد اللي عليه. هاتي موبايلك ده يا بنتي يا عبير عشان اثبت له ان دي كلها اوهام في دماغه. صدقني يا واد يا شادي، اتهامك ده مش هيعدي بالساهل. ملوش لزوم يا ماما، سيبك منه، تعالي نمشي من هنا. لا انا مش ماشيه غير لما اثبت له ان انت مش بتاعت الكلام ده. هاتي يا بنت موبايلك بقول لك. اديت لها عبير الموبايل وهي بتترعش من كتر الخوف. منال فتحت الواتساب واتصدمت من كميه الولاد اللي عند بنتها. بنتي انا بتكلم كل الشباب دي؟ ازاي بنت تعملي كده؟ جابتها منال من شعرها. ده انا هربيكي من اول وجديد يا موصوفه رقبه انت. يا ماما خلاص انا اسفه. والله يا طنط اللي عليه لهم في الليله دي كلها هو انت مش هي. انا ليه؟ هو انا اللي قلت لها اتكلم الشباب دي؟ لا بس انت لما عرفتي ان اخوها الكبير شاط نص بنات المنطقه والنص التاني بره المنطقه قعدتي تقول له شاطر يا حبيبي انت كده راجل. يعني بدل ما تديله بالقلم على وشه وتعيدي بقى تربيته شجعتيه على ده. بس هو ولد فعادي يعني، لكن هي بنت مش عادي. ما هو انتوا لو ربيتوا الولاد انهم ما يلعبوش بنات الناس زي ما بتربوا البنات انما ما تكلمش ولاد ما كانش في حد بقى لعب ببنتك ولا كان بنات الناس تلعب بيهم الكوره. وكمان ما تنسيش ان عبير الاصغر يعني هتقلد اخوها الكبير في كل حاجه. بصراحه يا منال ابني عنده حق. اصلا كون ان انت تشجعي ابنك على الفعل الغلط ده يبقى هتخلي بنتك تتجرأ وتعمل نفس الغلط. سكتت منال وهي حاسه ان كلامهم صح. يا ريت زي ما تربي بنتك من اول وجديد وتمنعيها تكلم شباب اعملي كده برضو مع ابنك. وما تنسيش ان يوم الحساب انت كمان هتحاسبي عشان شجعتيه على فعل الغلط، مش عشان ابنك ولد يبقى يفلت من الحساب هو وانت لا بالعكس، ده هيتعاقب نفس العقاب اللي بنتك هتعاقبه. تصدقوا عندكم حق. قدامي على البيت يلا. ماما انت مش هتمدي ايدك عليا صح؟ لا مش همد ايدي عليكي. قدامي يلا على البيت واعملي حسابك ان موبايلك انت واخوكي هيتاخد منكم.
لحد ما تتعلموا الادب. خرجوا الاتنين من الشقه. ده من امتى العقل ده كله يا واد؟ وبعدين انت من امتى وانت بالصراحه دي؟ ده انت ما كانش بيبقى ليك دعوه باي حاجه. ما هي دي المشكله يا ماما، انا مش عارفه انا مالي، انا من الصبح وانا لساني كده مش بيتكلم غير بصراحه، وعشان كده بقى طردت من الشغل. حطت منال ايديها على جبينه. انت سخن يا ابني ولا ايه؟ لا انت ما شاء الله زي الفل اهو. امال مالك في ايه؟ ما اعرفش يا امي، يمكن من قله النوم ولا حاجه. انا ادخل انام شويه عن اذنك. دخل شادي عشان ينام، وساميه دخلت المطبخ عشان تعمل الغدا. بعد 4 ساعات صحي شادي وقعد مع باباه على السفره. شادي حط ايده على بقه بسرعه عشان ما يتكلمش. مالك يالا في ايه؟ انت ليه حاطط ايدك على بقك كده؟ في ايه؟ ما ردش عليه. هو انا مش بكلمك يا ده انت ولا ايه؟ رد عليا بدل ما لبس طبقه في وشك. شادي شال ايده من على بقه. تمام انت حر. بصراحه كده يا ماما انا قفشت بابا اول امبارح وهو بيعاكس صفاء اللي ساكنه في الشارع اللي ورانا. نعم صح الكلام ده يا راجل؟ ما ترد، ساكت ليه؟ وانت يعني هتصدقي كلام ابنك الاصفر ده ولا ايه؟ ده انا جوزك حبيبك، معقوله يعني عاكس صفاء يعني؟ هو ده كلام برضو؟ انت كداب يا هيثم. انا حلمت اول امبارح انك بتعكس واحده، ولما واجهتك انت انكرت. يبقى بتخني يا هيثم، بقى بتخني يا هيثم بعد العشره دي كلها. حبيبتي استهدي بالله، ده شيطان بس ودخل ما بيننا. ما انا شيطان مش كده برضو؟ انت تخرس خالص بقى، بتفتن عليا زباله انت. يعني انت بتعترف ان انت عكستها فعلا؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش قاعده لك فيها، ولا اقول لك اطلع بره انت يلا من غير ما ترد؟ ايه يا وليه هطلع بره فين؟ اهدي كده بس وانا افهمك. اطلع بره يا هيثم، بدل ما والله العظيم افرج عليك الناس كلها واقول لهم انك بتخني. طب سيبيني الاول اخد صباع الكفته ده، وبعدين ايه بترديني براحتك، بس اخد الصباع. لا انت ايدك بقى مش هتتمد على الاكل ده، خساره فيك. بقى نشأة في البيت عشان لما ترجع تلاقي لقمه حلوه وبيت نضيف، وفي الاخر تخني انا؟ يا حبيبتي ما خنتكيش، ما تصدقيش الواد ده. كانت لسه هترقع بالصوت، بس هيثم حط ايده على بقها. خلاص يا فضيحه انت اسكتي خالص، انا همشي من غير فضايح وهجيلك لما تهدي. وانت يا واد يا شادي الكلب صبرك عليا بس، والله لا ربيك من اول وجديد. خرج هيثم بره. ادي اخرة اللي يقول كلمه الحق في ام البيت ده. كان لسه شادي هيمد ايده على الاكل. ابعد ايدك انت كمان واطلع بره. لا ماما، هو انا عملت ايه دلوقتي؟ مش انت داريت على ابوك يومين بحالهم؟ ولولا ان حالتك الغريبه دي النهارده ما كنتش هتقول اشرب بقى. طب وانا هروح فين بس يا ماما؟ ما انت عارفه ان انا ماليش مكان اروح فيه. والله بقى دي حاجه ما تخصنيش. اطلع بره بدل والله العظيم اجرك من شعرك. طب استني لما اجيب هدوم او فلوس او اي حاجه. ولا جنيه واحد هتاخده. اطلع بره يالا، مش انت داريت عنه؟ استحمل بقى. وربنا انا اسف، اوعدك لو قفشته بيخونك تاني انا هاجي اقولك على طول. يا ولا اطلع بره بما يرضي الله، والا هتطلع بره بما لا يرضي الله. لا انا طالعه بره يا ست الكل، بس قولي لي بس هو ايه اللي ورا كده؟ ساميه بصت وراه باستغراب، بس اتصدمت لما لقيته مسك طبق الكفته وجري بيها على بره. يا جزمه بقى بتغفلني يا ابن هيثم؟ ماشي انا هوريك. شادي قفل باب الشقه، بس اتصدم لما لقى بابا في وشه. وهيثم بعصبيه بقى ما تمرش فيك كل الفلوس اللي انا صرفتها عليك دي لحد ما بقيت شحط وبتفتن عليا انا يا كلب. هو انا مش قلت لك ان انا مش هكررها تاني؟ فتنت ليه بقى؟ والله العظيم يا بابا انا مش عارفه انا مالي النهارده، بس على فكره بقى انت سبب، انت اللي خليتني اشيل ايدي من على بقي. عاجبك كده؟ هتقول لك بلاش بلاش وانت مصمم. قلت لي. طب هات بقى يروح خالتك الطبق اللي في ايدك ده. هيثم اخد منه الطبق. طب ليه بس قطع الارزاق ده؟ ده انا صدقت ان انا عرفت اغفلها واخده منها. ما انا ابوك برضه مش حد غريب يعني، وبعدين مش انت سبب في كل ده؟ بدا هيثم ياكل. الله طعمها حلو قوي. امك دي عليها شويه كفته انما ايه. طب ما تجيب واحده يا بابا ان شاء الله يخليك يا حاج، انت بالله عليك هات واحده بس. لا ولا واحده، انا رايح ابات عند امي. حسك عينك المحك هناك. الله امال انا بقى هنام فين دلوقتي؟ انا ماليش مكان اروح فيه. والله بقى دي مشكلتك انت مش مشكلتي. امشي انا بقى. سلام موز، انا جاي لك يومي يا حبيبتي. مشي هيثم. هو انا ليه لسان امي ده مش بيسكت؟ انا مش عارف انا مالي على الصبح كده. نزل شادي من البيت وفضل ماشي وهو مش عارف يروح فين. قابل في طريقنا ده اللي دايما كل ما بيشوفها بيبص لها بقرف عشان بيحبها ومش عارف يعترف لها. لا 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 ما ينفعش اقابل دي دلوقتي خالص. اسكت يا لساني ابوس ايدك. غريبه يعني ما بصيتليش النهارده بقرف؟ خير انت تعبان ولا حاجه؟ ودى شادي وشه الناحيه التانيه وحط ايده على بقه. مالك يا شادي؟ انت حاطط ايدك على بقك كده ليه؟ هو انت عايز تراجع ولا ايه؟ ما ردش شادي عليها. للدرجه دي انت بتقرف مني يا شادي؟ طالما بتقرف مني اوعدك ان انا مش هوريك وشي مره تانيه، عن اذنك. كانت لسه هتمشي بس وقفت بصدمه. لا انا مش بقرف منك يا ندى، بالعكس انا بحبك قوي. ايه انت قلت ايه؟ سمعني كده تاني، انت قلت ايه؟ هز راسه بلقه وهو حاطط ايده على بقه فشلت ايده. شادي قول انت قلت ايه من شويه، لاني مش مصدقه اللي انا سمعته. هو انت فعلا بتحبني؟ بحبك يا ندى، وعشان الفت انتباهك كنت ببصلك بقرف. هو انت ليه خلهبل وانا ما اعرفش ولا ايه يا شادي؟ هو في حد بيلفت انتباه حد كده؟ ما انا يعني ما كنتش عارف المفروض اعمل ايه. انا شخصيه خجوله شويه زي ما انت عارفه يعني، وعشان كده كنت محروج يعني اجي اعترف لك بحبي. طب تسمي ايه ده بقى اعترافك دلوقتي؟ لما لقيتني زعلت قلت اعترف صح؟
لا بس انا النهارده حصل لي حاجه غريبه قوي. حاجه ايه؟ احكي لي. حكى لها شادي على كل حاجه. طب مش يمكن البونبونيه اللي انت اكلتها هي اللي عملت فيك كده؟ اكيد لا، يعني ما هي مش حته بونبونيه يعني هي اللي هتعمل فيا كده. وانت ايه اللي عرفك اصلا انها بونبوني؟ هو انت كنت سالت الراجل؟ لا ما سالتوش، بالعكس ده تقريبا كده كان عايز يقول لي حاجه، بس بسبب يعني ان انا اتاخرت على الشغل جريت وسبته. طب خلاص تعالى نروح له ونشوف ايه البتاع اللي انت اخدتها دي، ويا ترى هو السبب في الصراحه اللي عندك دي ولا لا. ماشي انا هروح له اهو، يا رب بس يبقى بسببها عشان الاقي بقى الحل عنده. ان شاء الله هتلاقي الحل عنده، انا جايه معاك. مشيت جنبه وكانت كل شويه بتبتسم. مالك بتضحكي زي الهبله كده ليه؟ اصلا انا فرحانه قوي عشان انت طلعت بتحبني. بصراحه كده انا عايزه اديك بالجزمه عشان يعني كنت فاكره ان انت مش بتحبني. حقك عليا. المهم انت مبسوطه ليه؟ هو انت كمان بتحبيني ولا ايه؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده غير لما نلاقي حل لمشكلتك. ليه يعني؟ مش فاهم. عشان تجرب شويه من اللي انت كنت موريهولي. خلي دماغك بقى تلف وتسال نفسك انا بحبك ولا لا. يا مفتريه. امال حقك عليا يا ستي، اعمل اللي انت عايزاه. ندى ابتسمت وما ردتش عليه. وصلوا قدام المكان اللي الراجل كان واقف فيه واتصدم لما ما لقاهوش. هو ايه ده بقى؟ هو ليه مش موجود؟ مصيبه لا يكون مش هيجي هنا تاني. لا هيجي ان شاء الله تاني، ما تقلقش انت بس. وروح له بكره في نفس الميعاد اللي انت رحت له فيه، يمكن يكون مش بيبقى موجود غير في الوقت ده. ماشي هعمل كده وربنا يستر. بقول لك ايه، ما تجيبي رقمك بكره لما تيجي تروح له ابقى عرفني بقى عشان اجي معاك. ماشي ان شاء الله هرن عليك الصبح. شادي انت هبات فين؟ والله يا اختي ما انا عارف، شكل كده انام على الرصيف. رصيف؟ يا لهوي لا طبعا. افرض يعني بلطجي ثبتك ولا حاجه واخد كل اللي وراك واللي قدامك. ياخد اللي ورايا واللي قدامي؟ لا يا ندى انا مش حالتي غير الموبايل اللي معايا ده. دي امي ست الحبايب يا حبيبه، ما رضتش تخليني انزل بفلوس. احسن تستاهل عشان تبقوا تداروا على بعض كويس قوي. اديني اتطردت اهو في الاخر، حسب الله ونعم الوكيل. انا لو مكان طن كان زماني حلفت ان انت مش هتدخل بيت غير بعد شهر بقى عشان تتربى كويس. ده الحمد لله ان انت مش امي. يا لهوي عليكي، ده ربنا يكون في عون ولادك. قصدك عيالنا يا ابو العيال. ايه ده ندى بتقولي حاجه؟ لا مش بقول لك ايه، انت برضو ما ينفعش تنام على الرصيف. افرض طلعت عليك عصابه وخطفتك عشان تاخد اعضائك. هو انت ليه بتخوفيني دلوقتي؟ ما انا خلاص كنت هنام على الرصيف وخلاص. احسن عشان ما تنامش عليه. هو انت متشرد يعني عشان تنام على الرصيف؟ ما انا شبه متشرد يا بنتي، انا مطرود ومش معايا فلوس. فرت ايه بقى يعني عن متشرد؟ تصدق عندك حق. طب بقول لك ايه، تعالى بات مع ابن خالي، هو عيلته مش موجوده دلوقتي، هما مسافرين. هي فكره حلوه بس هقعد معاه بقى بمناسبه ايه؟ يعني هتقول له ايه يعني؟ اكيد مش هتقولي له ده شادي بليز خليه يبات عندك. يا عم الموضوع ابسط من كده بكتير، انا اصلا حكي له عنك فعادي. ايه متاكده انه عادي؟ يعني مش هيقول طار ولا العار ويجيبك بقى من شعرك والكلام ده؟ لا ما تقلقش، ابن خالي اتفهم من كده بكتير. ماشي كلميه بس الاول نشوف بقى هو مرحب بالموضوع ولا لا، عشان مش بحب ابقى تقيل على حد. حاضر اكلمهولك، مع اني واثقه ان هو ما عندوش مشاكل. ندى طلعت موبايلها ورنت على عماد، وبعد ما خلصت معاه مش قلت لك مش هيمانع؟ ده اول لما عرف فرح جدا عشان مش هيبات لوحده. وراحوا البيت وندى خبطت على الباب ففتح عماد. هو ده بقى شادي؟ لا بتصدقي زوجته طلع حلو قوي. ندى شدته بسرعه. لم لسانك ده، اقسم بالله يا عماد الكلب انت لو قلت له ان انا بحبه هكون موديك لابوك وامك، بس مش وانت حي. ها يا بنت ما تخافيش، ده سرك كبير، اوعي بقى خليني اتعرف عليه. اهلا يا شيء، تعالى ندخل يلا بدل ما انت واقف كده. انا هسيبكم بقى. ها وانت يا شادي ما تنساش ترن عليا الصبح عشان اجي معاك. ندى مشيت وشادي بص على الشقه بس نط من مكانه بخضه لما عماد شغل اغاني على الصب مره واحده. يا امي منك لله يا شيخ، قطعت لي الخلف. ما ردش عماد عليه وبدا يغني مع الاغنيه. كتاب حياتي يا عين، كتاب ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. يخرب بيت صوتك يا اخي، ده انت لو عايز تطفش اي واحده غني لها. ما هي خلاص طفشت اخويا، كانت فين المعلومه دي من زمان؟ يا ريتني ما كنتش غنيت لها. تصدق صعبت عليا. بعد كده بقى ما تغنيش لحد تاني الله يكرمك، لانها مش ناقصه قرف. المهم انا جعان، في اكل هنا ولا ايه؟ هو ما فيش غير حاجتين اللي هنعرف نعملهم، يا اندومي يا بطاطس محمره، تختار ايه؟ الاتنين، اصل ساره كده شكلها طويله قوي. انا بقول كده برضو، انا هروح اعمل بطاطس وانت اعمل اندومي، ولا مش هتعرف تعمله؟ هو في حد يا عم مش بيعرف يعمل اندومي؟ وريني المطبخ فين وانا هبرك. وراحوا على المطبخ وبداوا يعملوا الحاجات اللي اتفقوا عليها، اكلوا مع بعض. وبعد ما خلصوا اكل، بس شكلك يعني انت وندى قريبين قوي من بعض. طبعا، ما لازم نكون قريبين من بعض، مش اختي في الرضاعه. ايه ده انت بتتكلم جد؟ ده انا قلت انها بتحبك ولا حاجه. لا يا عم بتحبني ايه، دي بتحبك انت. هرسوح اللي انا قلته ده. وشادي ضحك لانه عارف يوقعه في كلام. بقول لك ايه، خليك جدع معايا واوعى تقول لندى ان انا قلت لك حاجه. ما تقولهاش ان انا قلت لك انها بتحبك، دي ممكن تفرمني مع اللحمه. لا ما تقلقش مش هقول لها حاجه، بس ده لو انت يعني جبت لي طبق الاندومي اللي انت بتاكل فيه ده، وربنا كنت حاسس انك حاطط عينك فيه. خد يا عم اهو، المهم البت ما تعرفش. طالما اديتني الاندومي بتاعك يبقى ما تقلقش سرك كبير. وتاني يوم شادي كان نايم بس صحي على صوت موبايله وهو بيرن. الو ايوه في ايه يا ندى؟ انت بتسلع على الصبح كده ليه؟
خار اسوح، انت نسيت ميعادنا ولا ايه؟ قوم عشان نلحق الراجل. تصدق عندك حق، انا نسيت عشان صرت انا وعماد لوش الفجر. انا قايم البس بسرعه اهو. تمام، انا هقابلك هناك في المكان اللي المفروض الراجل يقف فيه. تمام، سلام بقى عشان الحق البس. قفلت ندى معاه وشادي لبس هدومه وبعد كده راح لها. هو انا اتاخرت عليكي قوي؟ مش قوي يعني، انا هنا بقالي 10 دقايق بالظبط. طب ايه، هو الراجل ما جاش ولا ايه؟ لا لسه، استنى شويه يمكن يعدي ولا حاجه. يا رب بس يعدي في الاخر. الصراحه الزايده دي خسرتني حاجات كتير قوي. ان شاء الله هيعدي، ما تقلقش. ندى لمحت حد جاي وهو جر وراه عربيه. شادي، هو ده الراجل ولا ايه؟ شادي بص مكان ما بتشاور واتصدم لما لقى الراجل. جري شادي عليه ووقف قدامه. لو سمحت، انا لما خدت بمناية من عندك امبارح حصل لي بعدها بقى حاجات غريبه. انا عارف انت حصل لك ايه. انت بقيت صريح زياده عن اللزوم وما بقتش عارف تتحكم في الكلام اللي خارج منك، صح؟ ايه ده، انت عرفت منين؟ هو البتاع اللي انا خدته ده هو اللي كان سبب؟ يا ابني انا امبارح قعدت انادي عليك عشان اقول لك ان انت اخدت حبايه الصراحه، بس انت بقى جريت من غير ما تسمع انا عايزه اقول لك ايه. حبايه صراحه؟ هو في حاجه اسمها كده؟ في اللي قدامك دول مش بونبوني، دول حبايات، والحبه اللي انت اخدتها دي كانت بتاعه الصراحه. انا اول مره اسمع في حياتي عن حاجه اسمها كده. طب البتاع ده بقى عالجه ازاي؟ انا مش عايزه ابقى صريح قوي كده. ما تقلقش يا ابني، الحبايه مفعولها يومين بس، يعني على اخر الليل هكون مفعولها راحت. تمام، متشكر جدا. مشي الراجل. الحمد لله، الحمد لله ان احنا لقيناه قبل ما يمشي. بما ان المشكله بتاعت الشاب اتحلت، مش عايزه بقى تقولي حاجه كده ولا كده؟ في شادي، انا بحبك قوي. ما انا عارف، مع عماد قال لي امبارح، بس هو قال لي بقى ما اقولكيش. ايه؟ طب والله لما اوريك الكلب ده. بصراحه كده انا اللي وقعت في الكلام. وبعدين سيبك منه دلوقتي، خليكي فينا. انا بحبك يا ندى. وانا يا شادي انا كمان بحبك قوي. تتجوزيني يا ندى؟ موافقه طبعا. ولحد هنا خلصت. بتبدا قصتنا مع فهمي واللي كان واقف مع عبد المنصف الباجوري عامل السكه الحديد الجديد واللي رايح يستلم منه الشغل. انت لسه متعين جديد يا ابني مش كده؟ لا يا حاج فهمي، انا قديم شويه، بس لسه يعني منقول المنطقه دي. هي صحيح يعني منطقه بعيده عن بيتي وعالي شويه، بس هعمل ايه بقى؟ يلا ادي الله وادي حكمته. يا ابني كل حاجه بيبقى فيها الخير. اكيد ربنا بعتك هنا دلوقتي لحكمه معينه، وانت مش لازم انك تفهمها دلوقتي، لكن اكيد هيجي اليوم اللي تعرف السبب فيه. اكيد يا حاج. بس قولي بقى بخبرتك كده، المكان ده حلو يعني ولا ايه؟ المكان كويس والله، مش وحش، بس عايز بقى انك تفضل محصن نفسك دايما كده بالقران والذكر الحكيم عشان ما يسبقش اي سوء. هو المكان فيه عفاريت ولا ايه يا حاج؟ لا بالله عليك ما تخوفنيش، انا مش ناقص يا ابني. مع عفريت الا بني ادم، بس يعني الامر برضو ما يخلاش. على العموم اسمع بنصيحتي، حصن نفسك وخلي تليفونك على طول شغال على القران. يلا انا همشي بقى، وبكره الظهر اجيلك عشان استلم الورديه منك. الشاب اللي كان شغال قبلك هنا كان ابن حلال والله زي كده، بس جاله بقى قرار النقل بتاعه هو كمان. عبد المنصف ابتسم وسكت ومشي فهمي. وعبد المنصف بدأ يكتشف الأوضة اللي هيبات فيها كانت قديمة ومتهالكة، مش حاسس بعدم الارتياح، وعشان الوقت كمان كان متأخر جدا قرر ان هو يقفل الباب عليه ويفضل قاعد مستني ميعاد القطر اللي جاي عشان يشوف شغله. وبعد ما قفل الباب بشوية سمع صوت خبط على الباب، ولما فتح لقاها دعاء وكان في ايديها صينية وعليها أطباق متغطية. اتفضل الأكل يا ايه ده؟ وبلعت باقي كلامها لما شافته. هو عم فهمي مشي ولا ايه؟ خسارة ما لحقتش اديله العشاء. هو انت الشخص الجديد؟ ايوه انا الشخص الجديد اللي جاي اشتغل هنا، وعم فهمي مشي من شوية. طب خلاص اتفضل انت بقى العشاء، وتعود ان كل يوم هجيب لك العشاء بتاعك لحد عندك، تمام؟ لا مفيش داعي للكلام ده، انا مراتي بتعمل العشاء بتاعي. انا مش بتجب عليك، انا بديك العشاء بتاعك عادي يعني. وانا وجوزي صلاح بنعمل كده على فكرة مع اي حد شغال في المنطقة دي، على روح والدي ووالدتي يعني، ووالده هو كمان ووالدته الله يرحمهم. بس هو بقى عنده شغل النهارده عشان كده انا اللي جيت عشان اجيب لك الاكل. طيب يا ستي ماشي، طالما بتوزعوها صدقه ما ينفعش طبعا ارفضها. يلا ربنا يقدركم على فعل الخير يا رب. اخد منها الاكل ودخله جوه، وبعدين قفل الباب وبدا ياكل، والاكل كان عاجبه جدا. وبعد شويه كان خارج عشان يكمل شغله، بس وقتها لقى في وشه ست كبيره في السن وكانت رايحه ناحيته وعلى وشها غضب شديد. انت لازم تمشي من هنا، الطريق ده ملعون ومش حلو خالص ومفيش حد بيعيش عليه ابدا. امشي يا ابني امشي بقولك. انت مين يا حاجه؟ ومين اللي قالك تيجي في الوقت ده هنا؟ انا ست نوري. انت ازاي يعني ما تعرفنيش لحد دلوقتي؟ ده مفيش حد جه هنا على الطريق ده الا ويعرفني. ليه يعني؟ هو انت تبقي مين بقى؟ انا اللي ضامن عمري سنين وسنين، انا اللي اتغدر بيا هنا على الطريق ده، انا اللي بظهر لكل حد بيجي هنا جديد عشان يعرف حكايتي.
خلص الكلام واختفت، وهو فضل يبص حواليه يمين وشمال وهو مرعوب. خلص شغله وبعدين فضل يفكر في اللي حصل ده لدرجة انه ما قدرش ينام لحد ما عاد ما بيستلم منه فهمي الوردية بتاعته. ايه يا عبد المنصف، انت عامل ايه؟ وشكلك يعني تعبان وموجد قوي كده ليه؟ هو في ايه؟ اصل بصراحة يعني المكان هنا مش طبيعي ومش مريح خالص، وبعدين انا شفت ست غريبة كده ظهرت لي وبتقول كمان ان اسمها نوري، وبتظهر لاي حد بيشتغل على طريق هنا عشان تعرف حكايته. هي نوري ظهرت لك بجد؟ والله انا توقعت كده برضو. انت مالك في ايه؟ بتتعامل مع الموضوع بكل بساطة كده ليه؟ مين اصلا الست نوري دي؟ هي يعني بتيجي هنا على طول ولا ايه؟ فهمني. لا يا ابني، هي كانت بتعدي طريق في يوم والقطر خبطها وروحها راحت على الطريق هنا، وجثتها وقعت في المصرف وما قدروش يلاقوها، ومن يومها بقى وهي بتظهر للي رايح واللي جاي، وظهرت لكل اللي اشتغلوا هنا في المكان. يا نهار ابيض، يعني انا كنت بتعامل مع روح؟ انا كنت بتعامل مع روح كل ده؟ لا لا لا، اكيد في حاجه مش طبيعيه. قول لي انك بتضحك عليا يا عم فهمي، الله يخليك. انا مستحيل اقدر ارجع على المكان ده تاني، انا لازم اقدم طلب نقل من هنا وعلى طول، مش هينفع اقعد هنا. يا ابني انت لسه منقول هنا، يعني مستحيل تقدر تتنقل لاي مكان جديد. ولو عايز نصيحتي ليك يبقى نصيحتي بقى هي انك تصاحبها عشان تتقي شرها. احنا كلنا مصاحبينها على فكره، وبتظهر لنا على طول، وعمرها في يوم ما قررت انها تاذي حد فينا. يا عم اللي انت بتقوله ده ازاي بس الكلام ده يا عم فهمي؟ انت بتقول لي ابعد عن المكان ده وابعد عن هنا. يا ابني اسمع مني بس واعمل زي ما بقول لك كده. انا ما رضيتش احكي لك عنها اول ما انت جيت عشان ما تخافش، لكن بما انك بقى قابلتها بنفسك ولسه امورك تمام يبقى اتعمر هنا ان شاء الله. لسه اموري تمام ايه بس؟ ده انا حاسس ان في برج من دماغي هيطير. على العموم يا سيدي انا دلوقتي همشي من هنا، ويعلم اقدر ارجع من تاني ولا لا. هترجع يا ابني هترجع، ما تقلقش. رجع عبد المنصف على بيته وهو سرحان وباين عليه الحيره. ايه يا عبد المنصف مالك يا حبيبي؟ سرحان كده ليه؟ من وقت ما رجعت على البيت هنا وانت مش معايا. لا ابدا ولا حاجه بدور، انا بس عشان سهران طول الليل فجاي بقى مش قادر. وهي دي اول مره تسهر طول الليل؟ في يا عبد المنصف، وبعد ما تنطق يا راجل انت وتقول لي في ايه اللي مضايقك؟ عبد المنصف ما قدرش يمسك نفسه ازيد من كده، وبدا يحكي لها على كل اللي حصل معاه. يا نهار ابيض، ده كده ممكن تاذيك. لا يا حبيبي لا، بلاش تروح هناك بعد كده. ما ينفعش برضه اسيب وظيفتي فيها بدور. انت بتتكلمي ازاي بس؟ انا فعلا مرعوب منها جدا، بس ما فيش قدامي حل تاني غير ان انا ارجع واصحابها لو ظهرت لي زي ما الحاج فهمي قال لي بالظبط. لا حول ولا قوه الا بالله، بس انا كده مش هكون مطمنه عليك طول ما انت في الشغل بتاعك ده يا حبيبي. ما تقلقيش يا بدور، هي ما اذتش حد من قبلي عشان يعني تاذيني انا. خلاص كبري دماغك واعتبري ان انا ما حكيتش اي حاجه. يلا انا ادخل انام شويه عشان اقدر اصحى الورديه بالليل. بدور سكتت لكنها كانت قلقانه من كل قلبها على جوزها. وبالليل رجع على الورديه بتاعته، وفهمي اول ما شافه ابتسم. انا كنت متاكد انك هترجع يا ابني، انت باين عليك شاب محترم ومش تلفان ولا خايب، ومستحيل تسيب شغلك عشان حاجه زي دي. المهم طمني عليك، انت عامل ايه؟ ما خبيش عليك يا حاج فهمي، بصراحه من ساعه الموقف يعني اللي انا اتحطيت فيه ده وانا اعصابي بايظه قوي، وحاسس انها مش على بعضي وان فيها حاجه مش مظبوطه. عشان بس في البدايه احنا كلنا كنا كده صدقني، لكن مع الوقت لما لقيناها مش بتضرنا في حاجه بقينا مكبرين دماغنا منها، ووجودها بقى زي عدمه. يلا بقى انا هسيبك وهمشي. ساره سعيد عليك. مشي فهمي وعبد المنصف قفل على نفسه الباب لحد ما خبط بعد شويه، وكان صلاح المره دي وفي ايده صينيه الاكل. اهلا بيك، ازيك عامل ايه؟ ده مراتي قالت لي ان في حد جديد جه هنا، وعشان كده انا اللي جيت لك بنفسي عشان اديك يعني صينيه الاكل النهارده. يلا اتفضل، دي حاجه بسيطه كده. شكرا ليك قوي، والله العظيم انتوا بتتعبوا نفسكم قوي كل يوم كده يعني، بس يلا ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. لا ولا تعب ولا حاجه، وبعدين ربنا كرمنا بسبب اللي احنا بنعمله ده والحمد لله. ايوه طبعا ونعم بالله، بس معلش انا عايز اسالك عن حاجه كده وشغله بالي قوي تفكيري. انت سمعت عن حاجه نوري قبل كده او حتى قابلتها؟ ايوه طبعا، الحاجه نوري روحها على طول بتحوم حوالين مكان هنا وبتظهر للجميع بلا استثناء، بس لما بيكون حد لسه جديد بقى في المنطقه بتظهر له كتير قوي. انما الناس القديمه واحده واحده كده بتبطل خالص بقى تظهر لهم. شكلها كده بدات تظهر لك وعشان كده انت بتسالني عنها. بصراحه هي ظهرت لي وقعدت تقول لي انا لازم اظهر للكل عشان احكي حكايتي، بس انا اصلا مش عارف ايه حكايتها. صدقني على قد ما هي حكايتها صعبه على قد ما هي ارتحب بوفاتها، بس انا بقى مش هينفع احكي لك اي حاجه لان هي بتحب تحكي حكايتها بنفسها، وصدقني هي كده تظهر لك بعد كده وتحكي لك حكايتها، ما تقلقش. يلا استاذن انا بقى، يلا انا ماشي. مشي صلاح وعبد المنصف فضل مستني ظهور نوري وهو جواه مزيج من روح المغامره وكمان الخوف. ولما كان طالع من اوضته عشان يشوف شغله ظهرت له الحاجه نوري. انت برضو مصمم انك تفضل موجود هنا؟
انت لسه برضو ما زهقتش من وجودك وسطنا ومش عايز تمشي؟ ده انت قلبك جامد قوي يا شيخ. انا جاهز عشان اسمع حكايتك. احكي لي حاجه نوريه، انا جوايا فضول كبير قوي، عايز اسمع كل حاجه. حكايتي طويله قوي يا ابني. حكايه شاب وبنت كانوا بيحضروا كورس رياضه في الجيم، وكل واحد فيهم بيحاول يبين انه الاجمد في التمرين. كانوا بيتنافسوا في التمارين ويوقعوا بعض في مواقف محرجه قوي، بس كل مره بيلاقوا نفسهم بيقفوا جنب بعض من غير ما يقصدوا. دي حكايتك بجد ولا انت بتتريق عليا ولا ايه؟ ايوه والله دي حكايتي بجد. انا والشاب ده حبينا بعض واتجوزنا. ما هو اصلا انا زمان كنت بنت رياضيه قوي وكنت لسه شباب وحلوه. ما تبصليش دلوقتي وانا معجزه ومكحكحه وتقوم تحكم عليا بقى. لا شكلك فعلا حلو حتى وانت كبيره يا حاجه نورين. المهم يلا كملي لي، ايه اللي حصل بقى بعد جوازك من الشاب ده؟ في البدايه انا كنت دكتوره اسنان وهو كان دكتور بشري. طبعا انا خلصت قبله بسنه وتعينت قبله بسنه عشان هو 7 سنين كليه وانا 6 بس، وهو كان قاسم 3 ثانوي. المهم انا كنت عايشه في بلد تعتبر ارياف شويه، وكانت قدم لي ناس كتير قوي منهم ابن اخت مرات عمي. المهم كان في خلافات وخلصت الخلافات والموضوع اتفركش واتخطبت لجوزي والموضوع تم. يعني كل الفرق اللي كان بينكم في العمر هو سنه واحده بس. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ كان بيوصل كلام لاهلي ان الناس بتقول دي متجوزه واحده اصغر منها. اصل جوزي ما كانش من بلدي خالص ومحدش يعرفه، عشان لما كنا مخطوبين كنت انا استلمت التعيين بتاعي وهو كان لسه طالب في امتياز. وطبعا التفاصيل دي تعرفها مرات عمي، وغالبا هي اللي نشرت الخبر ده في البلد عشان كانت متغاظه قوي ان انا ما خدتش ابن اختها. واكيد طبعا هي ما اكتفتش بانها تنشر كلام مش كويس عنكم، اكيد بهدلتكم بعدها صح؟ اصلا انا بسمع عن الحاجات دي وبشوف امثله كتير قوي بصراحه قدامي. ايوه حصل. وبعد الجواز راح الجيش وانا كنت حامل، وجيت قعدت بقى عند اهلي عشان تعبانه من الحمل وكده. بس اهلي كانوا مش قايلين ان جوزي في الجيش قدام حد عشان ما يقعدوش يعني يقولوا ده لسه صغير، ده اصغر منها، ده هي كبيره عنه والكلام الفاضي ده. بس الفكره انه كان رايح ضابط، يعني هيقعد 2 سنين. ازاي اخبي حاجه زي دي 2 سنين؟ وكان عمي بيرن عليا كل فتره والتانيه ويسال عليا ويطمن وكده. تمام، عمك كان بيكلمك عشان يعرف برضه اخبارك وكده صح؟ ايوه امال ايه، وده كله كان بامر من مراته. المهم لما هي عرفت ان هفضل عايشه عند اهلي المده دي كلها، وعرفت بموضوع ان جوزي في الجيش، في يوم زقت ابن اختها عليا وانا قاعده لوحدي في البيت. قام كسر الشباك ودخل واعتدى عليا، وبعد ما اعتدى عليا كنت طالعه اجري من الشقه عشان عمي التاني اللي كان عايش معانا في نفس البيت يلحقني، لكنها كانت مستنياني وزقتني من على السلم ووقعتني واجهضت. يا نهار ابيض، ده الناس دي دول ما عندهمش ضمير ولا قلب حتى. ايه ده؟ ايوه فعلا الناس ما عندهمش ضمير. طبعا بقى جوزي نزل من الجيش بعد ما عرف كل اللي حصل لي، وكان حزين ومتأثر قوي، وقال لي فلاش باك. ما تزعلش نفسك يا نوريه، احنا لسه حبيبتي العمر قدامنا طويل، وانا بحبك وانت كمان بتحبيني، وبكره نخلف ان شاء الله وهنجيب دستة عيال، ولا تزعلي نفسك. انت ما تعرفش ايه اللي حصل لي يا عثمان، انا اتبهدلت قوي وما اترحمتش، وانا واثقه ومتاكده ان انت هترجع لي حقي. وبدات احكي له على كل اللي حصل معايا، ودي كانت اكبر غلطه انا عملتها في حقه وفي حق نفسي كمان، لانه اتعصب جدا وما كان شايف قدامه، وطلع يجري من مستشفى، راح على بيت الشخص ده واتخانق معاه، والشخص ده كان ابن حرام ومسك سكينه ونهى حياه جوزي. يا نهار ابيض، ده الظلم ده كله؟ طب وقدروا يثبتوا عليه التهمه ولا ايه؟ ايوه طبعا قدروا يثبتوا التهمه عليه، لان الموضوع ده تم بالنهار في وسط الشارع، وكان في ناس كتير شاهدين قوي على اللي حصل. لكن من يومها وانا حياتي اتبدلت، بقيت على طول اعصابي بايظه وبنام بحلم بكوابيس، وحياتي بقت صعبه قوي. كنت انام واقوم وانا بنادي على اسم جوزي، ومش متخيله ولا قادره اصدق كل اللي حصل له بسببي، وكنت على طول بلوم في نفسي قوي. هو بصراحه تصرفك كان متسرع شويه، بس انتي برضو واحده كانت عايزه تحمى في جوزها وخلاص. ايوه بالظبط كده يا ابني، هو ده كان تفكيري وقتها. ومن بعدها بقى ومرات عمي بدأت تعمل لي أعمال بوقف الحال والاكتئاب وحاجات تانية صعبة جدا، لحد ما سبت شغلي وخسرت حياتي كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وبعدين
اللي حصل يا ست نوريه. وقتها الحاجه نوريه بدات تعيط وتنهار واختفت من قدامه، وهو كان متضايق قوي ومتعصب قوي وفضل يصرخ: يا حاجه نوريه اظهري لي، احكي لي ايه اللي حصل بس يا حاجه نوريه، ما تسيبنيش كده. لكن الحاجه نوريه ما ظهرتلوش، وفضل طول الليل محتار جدا ومش عارف يا ترى هيكون ايه اللي حصل معاه بعدها، لحد ما قابل الحاج فهمي الصبح. انا عايز اعرف اللي حصل مع الحاجه نوريه بعد ما جوزها توفى. حاج فهمي هي ظهرت لك خلاص وبدات تحكي لك حكايتها؟ يا سيدي معلش، ما ينفعش ان انا اتكلم معاك، لكن هي اكيد هتظهر لك بكره وهكمل لك باقي الحكايه. ليه بس يا حاج؟ اللي قال نفهم يا ابني، ما ينفعش حد يحكي القصه بتاعتها، هي بتحب تحكي قصه بنفسها. اسكت بقى واصبر لحد بكره. وبعدها مشي. عبد المنصف كان قاعد ومتعصب ومتضايق قوي، وبعد ما رجع البيت بدا يحكي لمراته على كل اللي حصل. بصراحه اللي انت بتحكيه ده يا عبد المنصف ولا في الاحلام، انت لو مش جوزي ولا حد غريب كان هو اللي بيحكي لي انا كنت مستحيل اصدقه بصراحه. والله ما انا عارف اقول لك ايه، انا نفسي مش متخيل ان كل ده بيحصل معايا انا، بس مش قدامي بقى اي حل تاني غير ان انا اكمل كلام معاها لحد ما افهم بقى هي عايزه مني ايه بالظبط. انا بصراحه متشوق قوي اني اروح بكره الشغل واكمل كلامي معاها واعرف ايه اللي حصل لها. انا كمان متشوقه قوي ان انا اعرف ايه اللي حصل معاها. يلا يا حبيبي ادخل نام وريح اعصابك شويه عقبال ما اكون جهزت لك الغدا. ماشي حبيبتي، تمام. ولما رجع عبد المنصف على شغله فضل مستني ست نوريه، وظهرت له فعلا. ازيك يا عبد المنصف، عامل ايه يا ابني؟ انا مش كويس خالص، انت ازاي تختفي امبارح من غير ما تكملي بقى حكايتك؟ ليه كده يا ست نوريه؟ كان لازم اقف عند نقطه معينه عشان لما ارجع اظهر لك تاني يوم اعرف اذا كنت فعلا مهتم انك تسمع باقي حكايتي ولا لا. المهم يا ابني ان انا بقى اتخليت عن شغلي وعن حياتي من كتر حالة الاكتئاب اللي انا كنت داخله فيها والتعب النفسي اللي انا كنت عايشه فيه. ومريت السنين والسنين وانا حابسه نفسي في اوضتي وعايشه بين 4 حيطان، ولا بقابل حد ولا بكلم حد ولا ليا علاقه مع حد. كانوا ابويا وامي على طول زعلانين قوي على شكلي، وكانت امي تفضل قاعده جنبي وتعيط وتقولي نفسي ترجعي لي يا بنتي زي ما كنتي، وابويا يفضل يعيط جنبها ويقول شبابك ضاع يا نوريه، اتحسدنا عليك يا حبيبتي واتحرمنا منك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايوه اكيد كان الوضع مش احسن حاجه. طيب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ وهم ليه ما فكروش انهم يجيبوا لك شيخ او يودوكي عند معالج نفسي؟ عملوا كل ده وحياتك لحد ما عدت السنين والسنين وانا كبرت في السن وبقى عندي حاجه و40 سنه. وبعد وفاه مرات عمي في يوم لقيت واحده بتخبط على باب بيتنا وبتقول انها لقت عمل مدفون في المقابر بتاعهم، وطبعا كلنا عرفنا ان مرات عمي هي اللي عملت لي العمل ده. اخدت العمل ورحت بيه الشيخ وشكلي بقى احلى واصغر، وانا كمان بقى عندي طموح ان انا ارجع اكمل حياتي، بس للاسف الطموح ديت كانت جايلي في الوقت الغلط. بصراحه يعني حكايتك صعبه قوي. والاصعب من كده ان انا لما قابلت شخص تاني مناسب وقررت ان انا ارتبط من تاني واحب واتحب واتجوز وارجع كل اللي فات من شبابي، ظهر لي بقى الزفت القديم اللي عمل كده في جوزي الله يرحمه. ما هو اصله كان وقتها خرج من السجن خلاص. نسيت اقولك ان هو ما خدش اعدام واخد 20 سنه بس ما ينفعش، واحد زي ده كان المفروض ياخد اعدام. المهم انه قرر عملته وقضى على حياة الشخص الجديد اللي دخل حياتي، والمرة دي أخد إعدام فيها. وأنا قررت وقتها إن أنا مستحيل أقرب من حد تاني، لأني كنت حاسة إن أنا نحس ومشؤومة وإن اللي بيقرب مني حياته بتنتهي في الحال. طب كل ده أنا فهمته، بس اللي أنا بصراحة ما فهمتوش هو حوار وفاتك ده. من بعد اللي حصل ده وأنا قضيت الباقي من حياتي لوحدي في بيت أبويا وأمي اللي كانوا توفوا خلاص، بس كنت مقضية حياتي كلها اكتئاب وحزن. كان نفسي اموت في اي لحظة، بس ده ما كانش بيحصل. وفي يوم يا ابني وانا بعدي طريق القطر اخدني هنا ووداني عند ربنا، ومن وقتها وانا روحي بتظهر لكل اللي بيجي هنا جديد، وبحب احكي له حكايتي يمكن اقدر ارتاح شوية. انت حياتك انتهت وانتهى معاها حاجات كتير قوي، ويمكن عشان كده روحك ما ارتاحتش بالرغم يعني من انك كنت عايزة تموتي، بس برضه حتى بعد وفاتك نفسك تحكي اللي حصل لك. نوري اختفت بعد ما ابتسمت على كلام عبد المنصف وحست انها ارتاحت عشان حكت حكايتها لشخص جديد، وعبد المنصف فضل يدعي لها بالرحمه. قصتنا بتبدا قصتنا مع ليلى اللي كانت بتكلم مديرها في الشغل. كان بتكلمه على الواتساب وبتقول له: ايوه يا استاذ احمد،
حضرتك بتأكد لي ان انا غبت عن الشغل شهر كامل، ده ازاي بقى وانا كل يوم ببقى موجودة فيه؟ ايوه يا استاذة ليلى، انا بشوف الحضور هنا ولقيت اسمك مش فيه، والكلام ده من شهر فات. اسمعي، الموضوع مش هزار، واكيد يعني هتترفدي بسبب بقى عدم التزامك. ايه ده؟ والله يا استاذ احمد انا مش بحب اغيب، خصوصا بقى الشهر اللي فات ده. انا متاكده ان انا كنت موجوده في المكتب، اكيد في حد لغى الحضور بتاعي عن قصد عشان يأذيني في شغلي. طب بصي، الكلام ده مش كلامي بس، السيستم هو اللي بيقول كده. لو عندك اي حاجه تثبت حضورك وريني بقى. يا سلام، طيب انا هاجي دلوقتي حالا لحضرتك، هجيلك على المكتب ونتفاهم في الموضوع ده. وبعد شويه ليلى كانت واقفه مع حسن موظف شؤون العاملين. استاذ حسن، مساء الخير، ممكن تشوف لي اسمي في السجلات بتاعه الحضور بتاعه الشركه؟ تمام، حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي ليلى سمير، ارجوك تركز قوي اوكي؟ حسن دخل شاف اسمها كمبيوتر. والله يا نسا ليلى الاسم ده مش موجود خالص، دورت في كل السجلات. نعم، مستحيل، مش ممكن، ازاي كده؟ ده انا بشتغل هنا بقالي كام شهر. قالت كده وبعتت مسج للمدير اللي اسمه احمد. استاذ احمد، في مشكله كبيره، انا موجوده في المكتب بس اسمي بقى مش موجود في السيستم ولا في الحضور. احمد رد عليا برساله: دي كده وادي، الموضوع اكبر من كده، لازم تهربي دلوقتي. اهرب ليه؟ هو اصلا ايه اللي بيحصل؟ وقتها ما وصلهاش رد، لكنها خافت ومشيت من المكان كله. ويومها في الكافيه ليلى كانت قاعده سرحانه في اللي بيحصل، وفجاه واحد قرب منها. ليلى، انت ليه قاعده مضايقه كده؟ ايه ده؟ انت مين؟ ومنين عرفت اسمي؟ انا زميلك في الشركه، بس يمكن ما كنتش واخده بالك مني. بس على فكره انا حاسس بيكي وحاسس بكل اللي انت بتمري بيه، وشايف انك قال كده وسكت. احكي لي ايه اللي انت شايفه؟ ليلى، على فكره انا كمان قبل كده حصل لي حاجات كتير قوي غريبه، يعني في مره كنت بلاقي نفسي مش فاكره اي حاجه حصلت، وفي مره كمان حسيت ان في حاجه بتتغير حوالينا واحنا مش فاهمينها، حاجه اكبر مننا بكتير. ايه ده؟ ايوه فعلا، يعني مش انا بس اللي بيحصل معايا كده. انا اعرف واحد ممكن يساعدنا، هو اسمه عم ناصر، كان ساب شغله الاساسي بس من زمان قوي وبقى بيهتم بالحاجات الغريبه دي. طب ايه رايك بقى لو نروح له؟ يمكن مثلا يدلنا على اي حاجه. اكيد هنروح له، لان لو فعلا الموضوع فيه حاجه غلط لازم نعرف ايه هي. ليلى قامت مشيت مع رامي وهي مش عارفه اذا كان اللي هي بتعمله ده صح ولا غلط، لحد ما وصلوا عند محل صغير كان فيه رفوف مليانه كتب وحاجات تانية كتير. قعدوا معاه وحكوا له عن نفسهم. يا عم ناصر، احنا مش فاكرين حاجه حصلت معانا، وكمان في ناس كتير بتصرف معانا كاننا مش موجودين. ايوه بالظبط كده، انا حتى اسمي لا مش موجود في السجلات بتاعت الشركه، والمدير بيقول لي اهربي. لما كلمته قلت له كده. دي حاجه كبيره يا اولاد، النوع ده من النسيان مش طبيعي خالص. في ناس كتير بتتعرض لحاجات زي دي بسبب تدخل خارجي. تدخل خارجي يعني ايه؟ معلش ممكن توضح كلامك اكتر من كده شويه؟ يعني ممكن حد او حاجه بتحاول تمسح او تغير الذاكره بتاعتكم، يعني في عالم تاني حوالينا احنا مش بنشوفه. ده كلام خيالي، كل حاجه بتحصل معانا فعلا مش عاديه. انا ممكن اساعدكم، بس لازم الاول نبدا بتحقيق بسيط. هاتوا تليفوناتكم، هبعت لكم تطبيق خاص بيكشف اي نشاط غير طبيعي حواليكم. تمام يا عم ناصر، احنا معاك، اتفضل ادي التليفون بتاعي اهو، وده كمان تليفوني، خد يا عم ناصر. لكن وهي بتدي التليفون لعم ناصر لمحت رساله جديده كانت لسه واصله ليها، وكان محتوى الرساله: ليلى انت مش لازم تكوني هنا، سيبي الموضوع ده وما تدوريش فيه والا هتندمي ندم عمرك. وليلى قريت الرساله بصوت عالي. الرساله دي واضحه جدا انها تهديد قوي، واحنا لازم نكون حذرين. بس مين يعني اللي هيكون بيهددنا؟ يا جماعه انا حاسه ان انا خلاص هتجنن من كل اللي بيحصل ده. وفجاه باب المحل اتفتح ودخلت واحده شكلها غريب وبصت لعم ناصر بالتحديد. يا عم ناصر بلاش تساعدهم، الموضوع مش سهل. وانا يا سلمى مش هسيبهم، الناس دي لازم تعرف الحقيقه كامله. هي مين دي يا عم ناصر؟ ومالها كده؟ شكلها ليه غريب؟ دي شكلها كده زي ما تكون عارفه الحاجات الغريبه اللي عم ناصر بيشتغل فيها. عم ناصر اللي بيحصل ده مش لعبه، لان في ناس كبيره ورا الموضوع ده وما ينفعش انت تتدخل. الاول احنا محتاجين ان احنا نفهم انت مين بالظبط. انا يا ستي اسمي سلمى، زمان كنت جزء من مشروع غامض بيحاول يلعب في عقول الناس، وبعدها قررت اسيب الدنيا دي، بس دلوقتي لازم اوقفكم عشان في خطر عليكم. خطر يعني ايه؟ وبعدين يعني ايه مشروع بيلعب في عقول الناس؟ في جهه بتحاول تمسح ذكريات معينه من دماغكم عشان تتحكم فيكم. الهدف مش بس الشركه دي، الموضوع اكبر بكتير.
طب واحنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نلاقي مصدر التأثير ده. انا عندي فكرة، بس محتاجين ندخل مكان معين في الشركة. هو مكان محظور بصراحة. ايوه بس ده خطر، واكيد المدير مش هيوافق. على فكرة مش المدير هو المتحكم في كل ده، في حد أكبر، واحد مسؤول عن السيطرة على كل ده. يبقى احنا لازم نعرف هو مين. انا مستحيل اعيش كده وانا بيتلعب بيا بالطريقة البشعة دي. ويومها كانوا ليلى ورامي وسلمى وعم ناصر جوه مبنى الشركة فعلا. دي المفاتيح اللي عم ناصر سلمها لي. انا حاسة ان انا مش مطمنة خالص المكان ده. خلي بالكم، هم هنا بيشتغلوا في حاجات مش قانونية، اوعوا تعملوا اي غلطة عشان ما يحصلش معانا مشكلة كبيرة. وفضلوا يدوروا في المكان كله لحد ما وصلوا عند أوضة سرية، ولما دخلوا لقوا شاشات وأجهزة معقدة. دي الأجهزة اللي بيستخدموها في التحكم بالعقول. هما ازاي ممكن يعملوا كده؟ دول أكيد ناس كفرة. هما بيعملوا كده عن طريق تقنيات ومتطورة جدا، بتستخدم ترددات خاصة بتأثر على الدماغ. يا لهوي، احنا كده لازم نوقفهم قبل ما يدمروا حياة الناس. وفجأة هما بيتكلموا ظهر قدامهم حارس. مين اللي هنا؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ وبتعملوا ايه في الأوضة دي؟ طلعوا كلهم يجروا، والحراس كانوا بيجروا وراهم، وبدأت أنوار الإنذار الأحمر تولع وتطفي. الإنذار شغال، ده معناه إن الأمن كله هيجي دلوقتي، وهما كده يمسكونا وهنكون تحت إيديهم. احنا لازم نكون أهدى وما نبصش ورانا كتير. يلا كملوا جري، محدش يوقف. وفضلوا يجروا لحد ما وصلوا عند مخرج طوارئ، واللي كان مقفول برقم سري. ما تقلقوش يا جماعة، أنا عارف الكود وأقدر أفتح الباب ده. وفتح بسرعة الباب، وهما فضلوا يجروا لحد ما ظهر قدامهم فجأة شخص لابس أسود في أسود. لو عايزين تعيشوا خليكم بعيد أحسن، انتوا كده اللي بتلعبوا بالنار على فكرة. قال كده وطلع يجري من قدامهم، وهما ما كانش عندهم وقت للاستغراب أو التفسير لحد ما وصلوا عند باب معين. جماعة، هو ده الباب اللي هيخرجنا من الشركة مش كده؟ أيوة يا ليلى، غالبا هو ده الباب، انتي ذاكرتك قوية وكويسة قوي. وفعلا فتحوا الباب وخرجوا من الشركة، وكانوا واقفين في الشارع. احنا نجحنا ان احنا نطلع، بس لسه يا جماعة القصة ما انتهتش. هم خلاص عرفوا ان احنا بندور وراهم، واكيد مش هيسيبونا في حالنا. احنا لازم نتجمع عندي في البيت، ودلوقتي يا جماعة مش هينفع نفضل واقفين كده في الشارع لانهم ممكن يمسكونا دلوقتي. وفعلا راحوا البيت عند سلمى واتجمعوا مع بعض. انا مش فاهم اي حاجة، ازاي شركة عادية يبقى وراها كل اللي بيحصل ده؟ الشركة دي واجهة، والواجهة دي ورا منظمة كبيرة بتتحكم في العقول. ويا ترى بقى هم هدفهم ايه بالظبط؟ هم هدفهم السيطرة، هدفهم انهم يخلوا الناس تمشي على مزاجهم من غير ما تحس. هم بقى عايزين يغيروا رأيكم في السياسة والدين، حتى في نفسك. وانا عرفتهم من زمان، كنت زمان مهندس معاهم، لكن لما اكتشفت الحقيقة حاولوا ينهوني، وعشان كده انا بعدت عنهم بصعوبة وفضلت بقى مختفي لفترة طويلة قوي. واحنا ليه بالذات؟ لكل اللي حصل لينا احنا بس؟ ليه انا نسيت الشهر اللي فات؟ وكمان ليلى ليه حصل معاها كده؟ لانك شفت حاجة ما كانش المفروض تشوفها. انت كنت شاهد على تجربة فشلت، هم حاولوا يمسحوا ذاكرتك. طب انا ليه ما كنتش بشوف رامي كل يوم رغم ان انا كنت معاه في الشغل؟ لانهم كانوا بيزرعوا ذكريات مزيفة، وبالذات بقى للناس اللي ممكن تلاحظ الغلط. الناس الذكية كانوا بيحاولوا يوشوشوا على تفكيرهم عشان ما يعرفوش الحقيقة بتاعتهم ويفضحوهم، فهمتي؟ ايوه بس كده احنا لازم نفضحهم ولازم نكشفهم للناس. لا، لو حاولنا نواجههم من غير خطة مظبوطة هنتصفى. اقول لكم احنا لازم نوصل لملف تجارب. طب ويا ترى بقى الملف ده موجود فين؟ هو موجود في السيرفر الأساسي في أوضة تحت الأرض في الفرع القديم للشركة اللي اتقفلت من 5 سنين. طب واحنا نوصله ازاي ده؟ أنا معايا المفتاح، كنت أخدته لما بدأت أدور في الموضوع وأعرف معلومات قبل ما أمشي من الشركة، وفضلت محتفظ بيه، وكان قلبي حاسس إن أنا هحتاجه في يوم من الأيام، وهو جه اليوم اللي احتاجته فيه فعلا. وبالفعل تاني يوم اتحركوا بالليل، راحوا عند المبنى القديم للشركة. كان مكان هادي ومخيف، وعشان كده هو المكان ده مرعب قوي كده ليه؟ هو انتوا متأكدين ان المبنى ده قديم للشركة يا جماعة؟ ايوه احنا متأكدين، ده حتى هنا اتعملت التجارب الأولى، وهنا هنلاقي الأدلة كلها. ودخلوا المبنى وفضلوا يدوروا يمين وشمال لحد ما وصلوا لأوضة معينة. بصوا يا جماعة، دي دوسيات كتيرة باسم مشروع الظلام، غالبا ده المشروع اللي هما بيعملوه علينا وعلى كتير غيرنا، وده جايز تسجيل يمكن يكون عليه بقى تسجيلات للتجارب. وبدأوا فعلا يدوروا في التسجيلات، واكتشفوا ان كل حاجة عرفوها كانت صح، واكتشفوا معلومات خطيرة تدين الشركة دي كمان. وفجأة
الباب اتقفل عليهم وسمعوا أصوات كتيرة جاية من بره. ايه ده بقى؟ هو في حد عارف ان احنا هنا؟ ايوه اكيد زمانهم عرفوا، ودي اخر فرصة لينا لو قدرنا نهرب عشان نقدر نكشفه من الناس كلها. يا جماعة في حد بره، انتوا سامعين حاجة؟ سلمى قالت وهي بتبص على الكاميرات اللي كانت موجودة في الأوضة. ايوه في 2 لابسين اسود في اسود ووشهم مش باين، اكيد دول من رجالة المنظمة. طب واحنا هنخرج ازاي دلوقتي؟ ده الباب اتقفل علينا يا جماعة. في مخرج للطوارئ خلفي، بس لازم الاول نفصل التيار عشان السنسور ما يجيبناش واحنا بنحاول نهرب، وينتبهوا لينا، فهمتوا؟ طب فين لوحة الكهرباء؟ وانا هحاول اتصرف. احنا في ورطة يا جماعة، لازم نفكر بسرعة عشان ننجب حياتنا. هتلاقيها موجودة ورا الصناديق دي، يلا بسرعة ساعدوني عشان نشيلهم. الكل بدأ يتحرك بسرعة وبدأوا يفصلوا التيار، يلا بسرعة قبل ما يرجعوا. وخرجوا كلهم من المخرج الخلفي، لقوا نفسهم في المقابر. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ هو احنا فين؟ احنا كل ما نخرج من حاجة ندخل في حاجة انا احمل اللي قبلها. هو في ايه بالظبط اللي بيحصل معنا ده يا جماعة؟ دي المقابر اللي تحتها كانوا بيخزنوا ملفاتهم قبل ما يحولوها بقى لمقر الكتروني، ولازم كلنا ندور على التابوت المميز. تابوت ايه؟ يعني ايه التابوت المميز ده؟ ومنين عرفتيه بالظبط يا سلمى؟ التابوت المميز ده بيبقى تابوت ومصنوع من رخام وموطود عليه علامة ساعة رملية، تحته بقى مخزن سري. وفضلوا يدوروا على التابوت ده لحد ما ليلى كانت بتقول فجأة وبصريخ: لقيته، خلاص لقيته، افرحوا. وبدأوا يشيلوا الغطا لحد ما لقوا باب حديد كان صغير مفتوح، وبدأوا يدوروا في الأوضة اللي كانت ورا الباب. هنا الداتا القديمة، وهنا هنلاقي أسماء كل المتطوعين والتجارب اللي اتعملت، وده كان هدف المنظمة. رامي فتح الملف. ايه ده؟ ده اسمي، وانت كمان يا سلمى اسمك موجود، وانت يا ليلى، احنا ال3 من الناس اللي بتعمل عليهم التجربة 7. يعني انا كمان كنت تحت السيطرة؟ حسب الله ونعم الوكيل فيهم. كلنا كنا تحت السيطرة، بس الوعي اللي عندكم هو اللي كسر السلسلة. وفجأة ظهر قدامهم شخص. للأسف انتوا مش هتخرجوا من هنا أحياء، مهما تدوروا مش هتقدروا توصلوا لأي حاجة أبدا. انت مين وعايز مننا ايه بالظبط؟ أنا اسمي خالد، وأنا المسؤول عن العمليات السرية في الشركة دي، ومش هسيبكم بقى تفضحونا ولا تفشوا أسرارنا. على فكرة احنا مش خايفين منك، والحقيقة لازم تظهر مهما الموضوع كلفنا. انت كلامك حلو، بس للأسف الواقع مختلف. كل واحد فيكم هو كان جزء من التجربة، والمصير بتاعكم مرتبط بمصير المنظمة كلها. هو ايه اللي حصل بجد؟ واللي بتتلعبوا بعقول الناس، حرام عليكم، ارحمونا بقى شوية. السيطرة على العقول هي المستقبل. احنا بنحاول نخلق عالم جديد، وفيه بقى هنكون مسيطرين على الكل عشان السلام والاستقرار، حتى لو كانت تمن حرية الأفراد. ده مجرد بس تحكم، مش عشان السلام. اللي زيكم عايزين العالم كله يكون تحت سيطرتهم، مش عايزين أي حد يفكر في أي حاجة أبدا. عايزين بقى تبقوا انتوا أسياد العالم وبس. أيوة يا عم ناصر، كلامك صح، واحنا بقى مش هنسيبكم تعملوا كده. احنا ننشر بقى كل الأدلة وهنفضحكم وهناخد حقنا كمان. خالد وقتها خرج مسدس من تحت الجاكيت بتاعه وصوبه ناحيتهم. طب ابقوا بقى جربوا كده انكم تعملوا حاجة زي دي عشان يبقى آخر يوم في عمركم. أنا بقى كنت مشغلة التليفون بتاعي على وضع تسجيل ومسجلة لك كل اللي حصل دلوقتي. شغلت صوت التسجيل، وخالد جري فجأة من قدامهم وهرب، وهما فضلوا واقفين في الأوضة اللي تحت الأرض، والكل كان بيحاول يستوعب كل اللي بيحصل. كده خلاص؟ هو فعلا كده هرب؟ طب هو ليه هرب بقى أول ما جت سيرة التسجيلات؟ سيبكم منه واسمعوني كويس بقى يا جماعة في الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. التسجيل ده هو ورقتنا قوية، لازم نوصل بيه للناس كلها، لازم نفضحهم ونمحيهم من على وش الدنيا. أيوة بس خدي بالك برضو، احنا لازم نكون حذرين. هو للأسف مش هيستسلم بسهولة، يعني من الآخر هنحتاج بقى خطة واضحة. أنا أعرف حد ممكن يساعدنا، هو يبقى صحفي مستقل وعنده جرأة إنه ينشر القصة دي. تمام، بس احنا الأول لازم نطلع من هنا وننظم بقى نفسنا، وبعدين نوصل له ونتفاهم معاه. أيوة يا جماعة، احنا لازم نبدأ من دلوقتي، كل خطوة لازم تبقى محسوبة. وتاني يوم الصبح كانوا كلهم برضو متجمعين مع بعض بعد ما قدروا يخرجوا من المكان اللي هما كانوا فيه اليوم اللي قبله. أنا اتصلت بالصحفي، هو اسمه سامي ومعروف بالشجاعة بتاعته وبالتحيات الجريئة اللي هو عملها. ممتاز، احنا لازم بقى نوصله التسجيل وكل الأدلة. أيوة بس برضو احنا لازم بقى نكون حذرين، أكيد خالد ده هيبعت ناس تراقبنا، وبرضو لازم يكون عندنا خطة عشان نهرب بيها لو حصل أي خطر. وفجأة التليفون بتاع سلمى كان بيرن، وكان رقم غريب، ولما ردت جالها صوت خالد. يا جماعة اللعبة لسه ما خلصتش، وخلي بالكم الشهر اللي انتم مش فاكرينه هو بس البداية، ولسه هيجي بعده شهور كتير قوي.
قال كده والخط فصل. كلهم كانوا متوترين. احنا لازم نتحرك بسرعة قبل ما يفوت الأوان. الاتفاق مع سامي هيكون بقى نقطة التحول، بس لازم كل واحد فينا يكون مستعد لأي حاجة صعبة ممكن تحصل يا جماعة. بعد شوية كانوا كلهم متجمعين مع سامي في كافيه بره، وسامي كان ماسك التسجيلات. التسجيل بتاع الشخص اللي اسمه خالد ده تسجيل صعب قوي، احنا لو نزلناه هيعمل طفرة كبيرة وهيتفضح رسمي. يا سامي خد بالك، احنا برضو مش عايزين بقى نتدمر، احنا بس عايزين الحقيقة تظهر والناس تعرف اللي حصل. خالد والمنظمة بتاعته مش هيسيبونا بسهولة، لازم نحط خطة لحمايتنا. صح، انا هبدأ بالتحقيق في خلفية المنظمة واوصل لأي ناس ممكن تساعدنا، واحنا هنساعدك بكل المعلومات والوثائق اللي عندنا، ما تقلقش يا سامي. وفجأة دخل شخص غريب عندهم. سامي خد بالك، هما بيراقبوك. قال كده وخرج بسرعة واختفى من قدامهم. ده واضح كده ان الموضوع اكبر مما كنا متخيلين. احنا يا جماعة لازم نركز في كل حاجة بتحصل حوالينا وكويس قوي. ايوه، امال انتوا فاكرين ايه؟ احنا لازم نتحرك بحذر. اللعبة فعلا بدأت، واضح انهم بيحاولوا يوقفونا بأي تمن، بس احنا لازم نكون اذكى. طب اسمعوني بقى، انا من رأيي ان اول خطوة تكون ان سامي هيبدأ ينشر جزء صغير من التسجيل عشان يجذب الانتباه، مش كله دفعة واحدة، فاهمين؟ وكمان هنستخدم شبكات التواصل عشان نكشف الحقيقة، بس تدريجيا ونبني دعم الناس. انا بقى اتواصل مع شوية من اصحابي في الحكومة اللي ممكن يساعدونا من غير ما حد يعرف اللي احنا بنعمله. وبعد اسبوعين سامي بدأ ينشر تسريبات صغيرة على مواقع التواصل، وكل مرة الحقيقة بتظهر اكتر واكتر، وردود الفعل كانت بتزيد، والناس بتطالب بالتحقيق الرسمي مع اعضاء الشركة دي. وفي نفس الوقت خالد كان بيحاول يضغط عليهم بالتهديدات والمراقبة كمان، لحد ما قرروا انهم يظهروا بنفسهم، وكانوا عاملين فيديو بس مباشر. يا جماعة، بعد كل الهبل اللي الشركة عملته ده، في حياة ناس اتغيرت. احنا بنطالب بالعدالة وبنهاية الظلم. لو انتوا معانا شاركوا الفيديو وخليكوا جزء من التغيير. احنا تعبنا كتير قوي ومش عايزين حد غيرنا يعاني، صدقونا. للناس اللي بتسمعنا، احنا مش لوحدنا، في ناس كتير اتعرضوا لنفس التجربة. الشهر المفقود ده مش حادثة فردية، لأ، دي حادثة بتتكرر كل شوية مع حد شكل. وبعدها رامي قفل الفيديو، والفيديو بدأ ينتشر بسرعة كبيرة، والمنظمة دي كانت بتنهار واحدة واحدة، وتم القبض عليهم كمان، وكانوا كلهم بيعترفوا على بعض. لكن أبطال قصتنا ما سكتوش لحد كده، وفي يوم كانوا متجمعين في مكان تصوير الفيديوهات بتاعتهم. الفيديو الأخير جاهز، هو موجود فيه كل الأدلة والاعترافات المتسجلة. طب كويس قوي، احنا كده يا جماعة اشتغلنا شغل من نار. احنا معانا تسجيلات بتثبت بقى تورط كبار المسؤولين في الموضوع ده ويكشفوا كل حاجة، واحنا بعد ما ننشر الفيديوهات دي على النت هنروح بيها للضابط اللي بيحقق في القضية عشان نكمل معانا التحقيق ونقول أقوالنا في كل حاجة. وبالظبط هو ده اللي حصل.